100,000 جنيه لكل المجالات والتخصصات. طيب هنتكلم الأول إيه هي المنحة؟ نتكلم شوية عن المنحة الأول. طيب المنحة دي اسمها منحة الجيل القادم. هنتكلم عن المنحة دي يعني مين اللي يقدر ياخدها وهي متاحة لمين أصلا. المنحة دي دفعات من سنة كام؟ من سنة 2018 و2019 و2020 اللي يقدروا ياخدوا المنحة دي. طيب عن التخصصات بتاعت المنحة دي لجميع التخصصات، يعني لجميع الكليات العملية والنظرية. طيب المنحة نفسها ايه هي شروط عشان ادخل المنحة دي؟ طيب المنحة دي ما هي الشروط والأوراق علشان أقدم على المنحة دي؟ ماشي. دلوقتي مواعيد التقديم دي بتكون مفتوحة فيها التقديم لهذا المنحة. هي المستندات المطلوبة ماشي للتقديم، ما هي المواد اللي هنتعلمها من هذه المنحة، وهناخد مرتب قد ايه. هنتكلم عن كل ده على المشروع قد ايه ماشي. فبالنسبة لمزايا المنحة دي فليها مزايا كتير قوي. ان انت هتقدم في المنحة وانت حصلت على منحة زي دي ماشي. فانت العناصر الرئيسية اللي احنا هنتكلم فيها في يعني الفيديو ده. المنحة دي مبدئيا اسمها منحة علماء الجيل القادم ماشي. وأول يعني دورة أو أول ريسيشن معانا اللي هي وهي سنة 2018 2019 2020 دول اللي يقدروا يقدموا في المنحة دي. طيب أعلنت عنها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. أعلنت عنها السنة دي، أعلنت عنها من يومين تقريبا أو من 3 أيام. فالتخصصات المطلوبة في المنحة المجالات بتاعتها بكل أنواعها: الطب التشخيصي يعني الطب التشخيصي ماشي، والصيدلة ماشي، والبحث الأكاديمي كل ما يخص الصحة، والدواء الخاص يعني الدواء الخاص بالإنسان. اتباع متوفر العلوم الأساسية زي الرياضيات، الفيزياء، وكمان الحيوان، زي البيولوجي، زي العلوم البيئية، زي البايوتكنولوجي، زي طبعا البايوتكنولوجي ده القسم بتاعي يا جماعة، لازم يعني تلاقيني واقف عنده كده. طيب البايوتكنولوجي، وكمان زي الفيزياء البيئية، زي الفيزياء الحيوية. وكمان هنتكلم عن المجالات المتاحة فيها: المجالات التطبيقية والعلوم والتطبيقية. العلوم التطبيقية زي مجالات البيئة، زي مجالات الزراعية والغذائية بكل مجالات، والحفاظ على الطبيعة. تمام. وكمان العلوم الهندسية زي مثلا المجالات والتخصصات المطلوبة للمنحة زي مجال الطاقة المتجددة، ومجال التحاليل والعلاج ومعالجة المياه، ترشيد وتحفيز الطاقة، والعمران والأخضر، والإنتاج التنقية. تمام. وكمان مجال الحاسب الآلي كل فروعه، وإزاي إذا كان الحاسب العلمي البيانات وكمان في حاجة كبيرة اسمها الذكاء الاصطناعي وكل الفروع بتاعة الحاسب الآلي. وكمان الدراسات المستقبلية زي العلوم التغيرات لمستقبل العلوم والمناخية والعلوم الطاقة
بتشمل المنحة العلوم الاجتماعية زي الفنون والفنون الجميلة والرسم المتحرك والتراصد بجميع الشعب طبعا، والطاقة والخيال العلمي. يعني لازم يكون في كل حاجة من اللي احنا بنقولها ده يا جماعة، لازم يكون في ايه؟ في حاجة متجددة كده. طيب دلوقتي يعني جميع الكليات وجميع التخصصات، الصناعة بكل فروعها وتخصصاتها، يعني كمان الصناعة جايبينها في المنحة دي. مش قلت لكم يا جماعة وكل فروعها وتخصصاتها؟ لو انت خريج او داخل المجال الصناعي بتجيب خطاب من الشركة موضح فيه البحث بتاعك، يعني اللي هو حتى تعمل عنه اللي هو الاختبارات بتاعة البحث، يعني تبع للبحث. ده كان تعريف بالمنحة. طيب امتى مواعيد التقديم؟ وعلى هذا المنحة الفترة مفتوحة من يوم 1 أكتوبر، يعني من يوم 1 أكتوبر لحد إلى يوم 30 نوفمبر. معاك شهرين كاملين علشان تقدم في المنحة دي. طيب المنحة دي يا جماعة ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم في هذه المنحة؟ أنت علشان تكون مؤهل إنك أنت تقدم في المنحة دي، فالشروط أول شرط من الشروط دي إن أنت لازم تكون مصري الجنسية وأبوك وأمك مصريين طبعا، يعني هو أبوك ووالدك ووالدتك يكونوا بيتمتعوا بالجنسية المصرية، وتكون حاصل على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية. ماشي. تقدر كمان بتقدير اللي هو بتقدير لا يقل عن جيد جدا، يعني مش هينفع لو أقل من جيد جدا تقدم في المنحة صراحة. يعني لو أنت حاصل على المنحة دي قبل كده فما ينفعش إنك إيه تقدم فيها تاني. لو أنت أخدت المنحة دي قبل كده فما ينفعش تقدم فيها تاني. طيب طيب كده بيتهيألي احنا جبنا جميع اللي هو مميزات المنحة والأقسام وكل حاجة. ففي الوقت الحالي أنا هتكلم عن السنوات الدراسية اللي هي تقدر تقدم في المنحة دي. زي ما قلت يا جماعة 2018 و2019 و2020 هم اللي يقدروا يقدموا في المنحة دي. طيب فقط الشروط التابعة، يعني لو أنت ما كانش معاك المنحة دي قبل كده أو قدمت فيها وفشلت ممكن تقدم تاني. المنحة دي مكان تاني إن العمر بتاعك لا يجوز أن يعدي مثلا، فاهم؟ يعني العمر بتاعك ما يتجاوز 30 سنة. شرط للذكور انك انت تكون اديت الخدمه العسكريه طبعا. شرط كمان شرط انك تكون اديت الخدمه العسكريه بتقدير التراكمي بتاعك، يعني انت كمان التقدير التراكمي بتاعك لا يقل عن جيد جدا. طيب الناس اللي عاوزين يطوروا من علمهم ومعرفتهم. طيب المنحة كمان يعني ما بتدفعش أي حاجة للتكليف بتاع المنحة. المنحة بتبقى شايلة كل التكاليف بتاعتك، الانتقالات وكل ما يخص المصروفات بتاعتك. لا وكمان بتاخد مرتب شهري 4000 جنيه. طيب المستندات المطلوبة للتقديم في هذه المنحة السي في بتاعك. طبعا السي في بتاعك لازم يكون يعني قوي جدا، سي في قوي جدا. طبعا كمان بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية. ماشي. او يعني هو كل اللي احنا بنقوله ده صور يا جماعه. شهاده من السجل الدراسي الموجود فيه، تقدير الدرجات التراكمي بتاعك في ال4 سنين.
أو بالنسبة للكليات التانية اللي هو التقدير بتاعك التراكمي في ال7 سنين، أو اللي هم الهندسة ال6 سنين والطب اللي هم ال7 سنين. المعدل التراكمي بتاعك ما يقلش عن 75% يا جماعة، يعني ما يقلش عن جيد جدا. يعني لو أقل من كده مش هتعرف تخش المنحة دي بصراحة يعني. شهادة التويفل بتاعتك اللي هي معاك بقى لغة أجنبية وكده، ولو مش معاك بتاخد طبعا دورة تدريبية، أو مش دورة تدريبية، بتاخد كورسات في اللغة الأجنبية، وبتجيب شهادة معتمدة تقدمها. بيكون معاك خطاب موجه من يعني لو انت شغال في جهة عمل بيبقى معاك خطاب من جهة العمل اللي انت شغال فيها. ماشي. طيب هذه المنحة، ماشي، يعني ما هي الاستفادة من ان انا اخد المنحة دي؟ طيب الاستفادة ان انت تاخد المنحة دي استفادة كتير قوي. اولا ان انت ليك مرتب شهري مكافأة شهرية 4000 جنيه. كمان انت ما بتدفعش حاجه في المنحه خالص. المنحه مقدمه مجانا بالكامل، وكمان بتاخد 4000 جنيه شهريا. يا جماعه مع العلم ان المنحه دي ما بتوظفش حد، انت بتاخد بس ايه زياده خبره او زياده مجال اكاديمي بس. المبلغ المالي 100000 جنيه رسوم الماجستير، يعني رسوم الماجستير بتاخد 100000 جنيه. دول رسوم بقى أبحاث كيماويات وإلى ما ذلك يعني. كحد أقصى أنت يعني بتشتري بيها الكيماويات بتاعتك اللي أنت محتاجها في البحث العلمي بتاعك وكده. ماشي. وكمان التحاليل، البيانات ورسوم تحاليل الجامعة التدريبي طبعا دوت كمان لازم يكون موجود. بتحدد لك حوالي 100000 جنيه كحد أقصى للزوم الدراسة وكل ما يخص الماجستير في كل الحاجات، سواء نشر أبحاث، سواء كيماويات، سواء تحاليل. فدي بصراحة أنا بشوفها ميزة كويسة، يعني إن أنا آخد ماجستير أكاديمي من إحدى الجامعات يعني وما أدفعش فيها حاجة، بس هي مش هتوظفك، هي دي العيب الوحيد. وكمان أنا باخد كمان 4000 جنيه مرتب شهري، وكمان يعني 100000 جنيه للزوم البحث العلمي بتاعي. يعني أنا واخد ماجستير وأنا مش دافع أي حاجة أصلا. علشان عليك هو أنت المفروض إن أنت في مشرف هتعينه هو يتابع الرسالة بتاعتك، رسالة الماجستير بتاعك. فطبعا الدكتور دوت على حسب كل جامعة طبعا الدكتور دوت بياخد حوالي 20000 جنيه، بس ده بعد ما تنجح في الرسالة، يعني تقدم الرسالة بتاعتك وتناقش. فبياخد الدكتور دوت بياخد 20000 جنيه نظام للجامعة أو ليه كأتعاب، يعني إن هو واقف جنبك ويعني واقف جنب الرسالة بتاعتك اللي أنت بتقدمها يعني. وطبعا اللغة الأجنبية دي لازم تبقى موجودة. التقديم المطلوب وأنت ما عندكش أي فكرة عن اللغة، بتروح تاخد كورس في اللغة الأجنبية، وكمان بتاخد شهادة التويفل دي بتقدمها للجامعة بعد ما تخلص الكورس بتاعك. وده كان كل ما يخص بيتهيألي يعني كل ما يخص الماجستير اللي هو المنحة اللي احنا قلنا عليها دي. طيب كل المزايا دي بتحصل عليها طيب يعني الأكاديمية هتوفر لك كمان منحة عدد يعني اللي انت هتاخده مثلا في المنحة هتوفرها 175 جنيه يعني بتاخد حوالي 175 طالب من الطلبة. يعني مثلا لو في هنقول 300 مقدمين،
بينقوا أعلى 175 طالب تقديراتهم عالية. طيب لو في مثلا لو لقوا مثلا حوالي ال 200 دول أو ال 300 دول أو نفس الدرجات التراكمية، بيعانوا بإيه بقى؟ بيعانوا باللغة، بالكفاءة، بكل حاجة. إن أنت بياخدوا اللي هم عندهم كفاءة إن هم يدرسوا ماجستير والحاجات دي. وده كان كل ما يخص منحة الماجستير في إحدى التخصصات اللي احنا اتكلمنا عليها. وطبعا المنحة دي مقدمة لجميع الجامعات وجميع التخصصات، ويا ريت أكون أفدتكم يعني في الحاجة دي، ويا ريت تدعمونا بلايك واشتراك. وإن شاء الله الحلقة الجاية القادمة هنتكلم عن البكالوريوس والماجستير اللي هم بيتقدموا في جامعات اللي هي غير مصرية. لو أنا مثلا كطالب عايز مثلا أقدم في ماجستير أو أقدم في دكتوراه بحثية في مثلا جامعة تركيا، الجامعات اللي هي الأجنبية. ويا ريت أكون فدتكم بالمقال الكويس دوت، ويا ريت تدعمونا بلايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. وكان معكم أخوكم أحمد السيد، طالب في كلية الزراعة جامعة عين شمس، طالب بالفرقة الثالثة قسم بايوتكنولوجي. والسلام عليكم ورحمة الله.